مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بالكفاح، والتي نستهلها بأهم وأبرز العناوين. برنامج لتوسيع خدمات طب العظام والأعصاب لتشمل الأقاليم. نجاح تجربة زراعة الخضروات في شعب. ولادة 4 توائم في عد حدوك. الصين تجري مناورات بحرية بالذخيرة الحية. حركة إيتا الانفصالية في الباسك تعلن حل نفسها نهائيا. وفرار المئات إثر هزة أرضية في أندونيسيا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. أعلن مدير قسم جراحة العظام في مستشفى حليبة الدكتور سلمون تسقاي عن وجود برنامج لتوسعة طب العظام والأعصاب في الأقاليم، وقال أن القسم يقدم خدمات جبر الكسور وتسوية العظام وعلاج المفاصل وغيرها، إلى جانب جراحة العظام والأعصاب التي تشكل ضغطا على الكادر الطبي، وعليه تجرى عملية توسيع هذه الخدمات في المؤسسات الصحية بالأقاليم. وأوضح عن أهمية ارتفاع معرفة ووعي المجتمع بطب العظام والأعصاب، حيث يسعى الأشخاص في حال حدوث كسر أو إصابة للأعصاب إلى الطب الشعبي، ومن ثم يعودون إلى المستشفى بعد فوات الأوان، مما يشكل ذلك تحديا كبيرا لهم. وقال أن مركز طب العظام والأعصاب الموجود في مستشفى حليبة يقدم يوميا خدمات الفحص والعلاج لعدد يتراوح بين 80 إلى 100 شخص ممن يأتون من مختلف مناطق البلاد، ويجري أيضا ما بين 6 إلى 8 عمليات جراحية، ويمنح الأولوية في الخدمات الطارئة للمصابين في الحوادث والأطفال لأسباب واقعية ومفهومة. وأشار إلى أن علاج كسور الأطفال يتم بسرعة، وبالتالي يركزون كثيرا في استخدام الجبس، داعيا الآباء لفهم ذلك جيدا والإسراع إلى المستشفى عند تعرض أطفالهم للكسور. قال سيد حسن جمع مسؤول الزراعة في مديرية شعب أن التجربة التي قام بها قلة من المزارعين النموذجيين لزراعة الخضروات إلى جانب زراعة الذرة والدخن والذرة الشامية حققت نتائج مرضية. وأوضح أن الزراعة المعتادة في المنطقة لم تكن تساعد في زيادة الإنتاجية بشكل جيد لشح الأمطار الشتوية هذا العام، إلا أن زراعة الخضروات حققت دخلا جيدا لمزارعيها. وأشار إلى قيام مزارعي شعب ببناء الحواجز المائية والمجاري التحويلية لرفع إنتاجيتهم، كما أن هنالك جهود مبشرة لزراعة النخيل بتوسيع الزراعة المروية في المنطقة. وأوضح بأنه من المتوقع زراعة مساحة تقدر بأكثر من 8000 هكتار هذا العام، معربا عن ثقته في حصول أصحاب البساتين على فرص أفضل. اختتم في 13 من مارس منتدى شباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في المملكة العربية السعودية بإجراء بعض التحسينات في دستور التنظيم وانتخاب الهيئة الإدارية. وعقد مسؤول الشؤون السياسية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة سيد يماني قبرآب عقد سمينارا للمشاركين في المنتدى حول الأوضاع الراهنة في البلاد والمنطقة والمسؤوليات والمهام المرحلية للمواطنين عامة والشباب خاصة. وأوضح السيد يماني بأن إريتريا تخطت بصمود وتضحيات شعبها كافة المؤامرات المتعددة الأشكال والألوان، وتقوم حاليا بتنفيذ برامج تنموية طموحة تمهد الأرضية المتينة لبناء اقتصاد يضمن مصالح الشعب، حيث أن الجهود متواصلة لتحقيق ذلك. وقال أن السياسة الخارجية لإريتريا تتمحور حول بناء علاقات شراكة ترتكز على مبدأ الاحترام المتبادل، وأن العلاقات الدبلوماسية الجارية مع مختلف الجهات تحرز تقدما جيدا. وأعرب عن الاعتزاز بارتباط مواطني المهجر بوطنهم وازدياد عدد المواطنين الذين ظلوا ولا يزالون يسخرون قدراتهم المهنية والاقتصادية في إنجاح برامج التنمية الوطنية، مشيرا في ذات الوقت بالجهود المبذولة لتوسيع التنظيم الذي يستوعب هذه المساهمات. ومن جهة أخرى عقدت الجمعية الإريترية لأصحاب شاحنات صهاريج المياه في جوبا بجمهورية جنوب السودان اجتماعا لتقييم أنشطتها. وأوضح سفير إريتريا في جنوب السودان السيد يوهانس تغلي ميكائيل أن حماية مصلحة المواطنين ضمان لمصلحة الوطن، مؤكدا على عمل الحكومة الإريترية المستمر لحمايتهم وحماية مصالحهم.
ولدت السيدة محرت قبر مريم من قرية عد حدود بمديرية عد خالة 4 توائم يوم 18 من أبريل في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي بعد نقلها على وجه السرعة من عد خالة إلى مندفرة لصعوبة المخاض. وكان للأم محرت البالغة من العمر 32 عاما 4 أبناء من قبل. وأوضح أخصائي النساء والولادة في مستشفى الإقليم الجنوبي المرجعي الدكتور داوود سرغي أن ظاهرة ولادة 4 توائم قليلة جدا، مطمئنا الجميع بوجود الأم وأبنائها ال4 في صحة جيدة. وكان مستشفى مندفرة قد شهد ولادة مماثلة أي 4 توائم خلال العام 2002. هذا وتبعد قرية عد حدوك مسافة حوالي 13 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة عد خالة. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال التلفزيون الرسمي أن الجيش الصيني أجرى مناورات بالذخيرة الحية على امتداد الساحل الجنوبي الشرقي، لكن لم يتضح ما إذا كانت هي نفس المناورات التي سبق وتم الإعلان بأنها ستجرى في مضيق تايوان. وكانت الحكومة الصينية قد قالت أن المناورات ستجرى قبالة مدينة غوانغشو بين مجموعتين من الجزر القريبة من الصين والتي تسيطر عليها تايوان منذ عام 1949. وقالت وسائل إعلام رسمية صينية أن المناورات رد مباشر على استفزازات زعماء تايوان والمرتبطة بتحركات تخشى بكين أن تكون مسعى لاستقلال الجزيرة رسميا. وأظهر التلفزيون الرسمي الصيني صورا لطائرات هليكوبتر تطلق صواريخ خلال المناورة، قال أنها تجرى على الساحل الجنوبي الشرقي. ونددت تايوان بالمناورات الصينية وقالت أن بكين تلجأ لترهيب واستعراض صارخ للقوى العسكرية لتهديد الجزيرة. قالت محطة ITP التلفزيونية أن حركة إيتا الانفصالية في إقليم الباسك ستعلن حل نفسها نهائيا أوائل الشهر القادم. وخلال حملة استمرت قرابة نصف قرن قتلت إيتا أكثر من 850 شخصا في مسعى لم يكلل بالنجاح لإقامة دولة للباسك في شمال أسبانيا وجنوب غرب فرنسا، حيث أعلنت الحركة وقفا لإطلاق النار في العام 2011 وسلمت أسلحتها قبل عام. وذكرت صحيفة جارة المحلية في فبراير أن زعماء إيتا سيطلبون من أعضائها التصويت على ما إذا كان يتعين حل الحركة تماما بحلول الصيف. قال مسؤولو الإنقاذ اليوم الخميس أن زلزالا أدى إلى انهيار مئات المنازل المتهالكة في أندونيسيا، وهو ما اضطر أكثر من 2000 شخص للفرار من ديارهم. فقد وقع الزلزال الذي بلغت قوته 4.4 درجة في منطقة جاوا الوسطى في وقت متأخر يوم الأربعاء، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة أكثر من 20. وقالت وكالة الإنقاذ الوطني أن الضحايا والمصابين يخضعون للعلاج في المستشفى، ونقل المتضررين إلى مراكز إيواء مؤقتة. وتتكرر الزلازل في أندونيسيا التي تقع فوق ما يعرف بحلقة النار حول المحيط الهادي، وهي منطقة نشاط زلزالي نتيجة للاحتكاك بين الصفائح التكتونية. انطلق صاروخ من طراز فالكون 9 في أول مهمة علمية بالغة الأهمية تقوم بها شركة سبيس إكس لحساب إدارة الطيران والفضاء الأمريكية ناسا، حاملا تلسكوب فضائي تأجل انطلاقه يومين بسبب مشاكل في أنظمة توجيه الصاروخ. وانطلق تلسكوب رصد الكواكب الشبيهة بالأرض من قاعدة كيب كانافيرال الجوية شرق الولايات المتحدة الأمريكية في مهمة مدتها عامان، وتكلفة بلغت 337 مليون دولار لرصد المزيد من الكواكب وراء النظام الشمسي والتي قد تتمتع بمظاهر الحياة. وبعد دقائق من الإطلاق انفصل المحرك الصاروخي عن الجزء العلوي بنجاح وعاد إلى الأرض ليهبط على منصة عائمة غير مأهولة بالمحيط الأطلسي. وسيستطلع القمر الاصطناعي نحو 200 ألف من النجوم الأكثر سطوعا بحثا عن كواكب خارجية وكواكب أخرى تدور حول نجوم أخرى كما في النظام الشمسي. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.